السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي في يونت 2. هناخد lesson 1. هناخد introduction للباي تورش. هي ايه اصلا الباي تورش؟ هي library، هي open source machine learning library او framework بتستخدم machine learning وللdeep learning. احنا بنستخدمها في ايه؟ عشان نعمل manipulate وبروسيس للداتا. هي بتبقى optimized، فبتبقى مناسبة جدا للماشين ليرنينج والديب ليرنينج. طيب، الباي تورش مبنية ايه على ايه؟ مبنية على داتا ستراكشر اسمه تنسورز. تمام. ايه هو التنسور؟ التنسور دوت هو ما بعد الماتريكس. يعني ايه؟ يعني احنا لو جينا هنا قلنا ان احنا عندنا السكيلر فاليو هي الدايمنشنز بتاعتها زيرو، والفيكتور هو الدايمنشن بتاعه واحد، صح؟ لو جينا بصينا على الرسمة دي، السكيلر هي الدايمنشن بتاعها زيرو او الرانك بتاعها زيرو. الفيكتور الرانك بتاعه واحد، هو كأنه array 1 دي array فالرانك واحد أو dimension بواحد. الماتريكس هي 2 دي array، صح؟ فدي بنسميها ماتريكس. ما بعد الماتريكس بنسميه تنسور. فده بنقدر نوصف فيه الايمجز، لأن الايمج احنا عارفين إنها بتكون ليها هايت وويدث، ده طبيعي لأي صورة. وبرضه بيبقى ليها حاجة اسمها ديبث. الديبث دوت اللي هو عدد التشانلز أو الكلر تشانلز، هو عادة بيكون تلاتة، اللي هم ايه؟ اللي هم الار جي بي. احنا عارفين ان احنا عندنا الهايت، الطول بتاع الصورة والعرض بتاع الصورة، والار جي بي تشانلز، لان انت عندك ريد تشانل وجرين تشانل وبلو تشانل، الكومباينيشن ما بينهم او الكومباينيشن بتاعت الفاليوز بتاعتهم بتطلع الصور الملونة او الكالرد ايمجز. فده بنقدر نوصفه عن طريق تنسور. فالبايتوش مبنية على داتا تايب اسمه التنسور. طيب، حلو جدا جدا، خلينا نكمل. احنا هنبراكتس الشغل بتاعنا كله ستوري سيشنز بتاعت الباي تورش على النوت بوك على طول. فهنخش نبتدي. اه نكتب كود. ماشي، حلو جدا. ممكن نعمل كده. ماشي. طيب، خلينا نبتدي. اول حاجه هنحتاج نعملها ان احنا نimporт اللايبرري، فنعمل import تورش. تمام. وبعد ما نimportها عايزين نعرف الفيرجن بتاعتها، نقول تورش. ماشي. دوت اندرسكور فيرجن اندرسكور ونرن ده كده. ما زي ما اتعودنا بياخد وقت شوية قبل ما يرن أول واحدة، قبل ما يبتدي ياخد أكسس. هنلاقي إن إحنا عرفنا نimport التورش لايبرري بتاعتنا، ولما جينا نحسب نجيب الفيرجن لقيناها 2.5.1. فده الفيرجن بتاعت التورش، بس إيه بلس سي يو 121 دي كود اللايبرري. اللايبرري دي بتستخدم عشان نوبتمايز اليوزج بتاع الجي بي يوز. فهي اكشلي لايبرري مستخدمة عشان نستخدم الجي بي يوز بشكل efficient. آه، طبعا احنا عشان احنا على نوت بوك، الطرق اللي احنا اساسا نجيب بيها الجي بي يو هي ثلاث طرق. اول طريقه ان انا يبقى عندي جي بي يو اوريدي على الماشين بتاعتي، اللابتوب اللي انا شغال بيه، او جي بي يو بيكون موجود على سيرفر مثلا، اي دبليو اس سيرفر او كلاود او كده. تالت طريقه ان انا استخدم نوت بوك زي كده، زي جوجل نوت بوك او جوجل كولاب نوت بوك او جوبيتر نوت بوك، بيبقى فيه هي برضه بتبقى سيرفرز وعليها جي بي يوز يعني. طيب، فانا كده معايا اللايبرري بتاعتنا او معايا اللايبرري بتاعت بايتورش، والفيرجن بتاعها بيسبورت الجي بي يو او كودا. طيب، حلو جدا، خلينا نكمل. ماشي. احنا عايزين نعمل ايه؟ اول حاجه عايزين نبتدي نكريت سكيلر فاليو using بايتورش. فهنقول ايه؟ سكيلر equal تورش دوت تنسور. اي حاجه هحتاج اكريتها، يعني انا لو عايز اكريت اي حاجه،
بيبقى ليها طرق زي ما خدناها في اللايبرري بتاعت نمباي وغيره. في اللايبرري بتاعت باي تورش فاحنا بنستخدم تنسور. تنسور فانكشن دي بتبتدي نستخدمها عشان نكريت سواء سكيلر سواء فيكتور سواء ماتريكس او سواء تنسور ذات نفسه. طيب، ففي حالة التنسور لو انا عايز ادي تنسور فهدي كذا دايمنشن. طب في حاجة السكيلر هدي فاليو، فممكن الفاليو تكون 5. تمام، وبعد كده اجي هنا واعمل سكيلر او برنت السكيلر. خلي بالنا لو احنا عملنا كده، لو رنا ده هنلاقيه قال لنا تنسور اوف 5، ما قالناش 5. طب انا لو عايز اطبع الفايف بس اعمل ايه؟ اقول سكيلر، سوري، سكيلر، تمام، دوت ايتم، واشوف الفاليو اللي جواه هلاقيها 5. انا عامه لما بدوس ران يا اما بدوس ران من هنا يا اما بدوس شيفت انتر. طب لو عايز اعرف الدايمنشن فبقول سكيلر دوت نمبر اوف دايمنشن ان ديم، بدوس شيفت انتر هلاقيه بيقول لي 0، ده سكيلر متوقع. طيب حلو جدا، ماشي. طب لو عايز اكريت فيكتور اقول فيكتور ايكوال، مش طبعا اسم الفاليو مش لازم يكون اسمه فيكتور يعني، بس انا ايه عشان تبقى حاجه انتويتيف يعني، دوت تنسور. هنا بقى هكريت فيكتور فهديله دايمنشنز، او هديله array of ايه of values، فهقول مثلا 1 2 3 4. ماشي، ادوس شيفت انتر، ماشي. لو قلت فيكتور الاقيه طبع لي التنسور بتاع الفيكتور. ماشي، لو قلنا فيكتور دوت ان اللي بيقول لي واحد، ليه الفيكتور واحد؟ لان الفيكتور دايمنشن بتاعه واحد. طيب حلو جدا، ماشي. طب عايز اجيب الشيب اقول فيكتور دوت شيب، يقول لي أربعة. ليه أربعة؟ عشان عدد الأيتمز اللي جوه الفيكتور هم أربعة، يبقى هو وان دايمنشن فيه أربعة أيتمز، فور أيتمز. طيب لو عايز أكريت ماتريكس هقول مثلا ام على طول بقى، ماشي، تورش دوت تنسور، واديله الماتريكس بتاعتي. نخلي بالنا لو أنا جيت هكريت 2 دي اري فهعمل 2 سكوير براكتس، هنا 1 2 3، هنا كوما 4 5 6. ماشي، ماشي. لو قلت ام الاقي الام بتاعتي اتطبعت. لو جبت الدايمنشنز دوت ندم اللي قال لي 2، فانا كده بقيت عارف ان الايه، ان الماتريكس بتاعتي الدايمنشنز بتاعتها 2. وطبعا لو جيت قلت ام دوت شيب هلاقيه قال لي 2 في 3. ليه 2 في 3؟ عندي 2 روز و3 كولومز. عدد الدايمنشنز هو عدد السكوير براكتس، يا اما اللي بيتفتحوا يا اما اللي بيتقفلوا اللي انا بعدي عليهم. فهنا عندي واحد اتنين، فانا كده عندي الدايمنشن 2. هنا كان 1 سكوير براكت، فهنا عندي الدايمنشن بايه؟ ب 1. طيب حلو جدا. لو عايز بقى اكريت تنسور اكريتها ازاي؟ مم. ماشي، ممكن ناخد ده هو كده، نيجي هنا نقول ده تنسور، وهزود هنا بس سكوير براكت كده كده، وادوس ران، ادوس تي، يطبع لي هو هقول تي دوت ان دم، هيقول لي 3، مع انه هو بس انا عشان زودت سكوير براكت فكأنه array of one، يعني كأنه في ايتم واحد بس هو ده، هو الايتم اللي كان في الماتريكس. فقلنا تي دوت شيب هلاقيه 1 في 2 و 3. 1 يعني ايتم واحد جوه اول براكت، جوه تاني براكت في 2 ايتمز اللي هما التو ليستس دولت، جوه كل ليست منهم في 3 ايتمز. يبقى انا كده عرفت اكاري التنسور هو اكشولي ماتريكس وهي ايتم واحده موجوده، فكريت منها التنسور. يعني هو التنسور ده المفروض يبقى array اوف ماتريسيز، صح؟ فانا على الاري بتاعي اوف وان element اللي هو ماتريكس واحده بس. طيب حلو جدا الكلام ده. طيب لو انا هنا بكريت using tensor، لو انا هدي الفاليو، طب انا عايز اكريت using random number for rand tensor equal
تورش دوت راند. تمام. وهنا هديله ايه بقى؟ هنا مش هديله initial value، هنا هديله السايز. اقول له السايز ايكوال، سوري، وهديله السايز اللي انا عايز اكريته، مثلا عايزين 3 في 3. ماشي. وبعد كده هطبع الايه، الراند تنسور بتاعي، فهلاقيه جنريت لي تنسور، ودي الراندوم فاليوز هو 3 في 3. طيب لو عايز اجيب التايب، اتفقنا بنجيب التايب ازاي؟ هنقول راند تنسور دوت دي تايب، صح فاكرين؟ قال لك فلوت 32، يعني التايب بتاع الاليمنتس هنا هو فلوت 32. اوكي. طيب لو عايزين نعمل بقى مثلا راندوم ايمج، هنقول هنا راند ايمج بتساوي تورش دوت راند، وهديله الدايمنشن بتاعة الايمج اللي هي هتكون ايه، اللي هي هتكون مثلا الصورة بتاعتنا 224 في 224 في 3. ادوس ران، ادوس راند ايمج. اوكي. آه كتبتها غلط، سوري. اوكي. فدي الشكل او العدد الفاليوز اللي موجود، طبعا كميه فاليوز رهيبه فهو مش قادر يطبعها كلها، فتلاقيه حاط لي نقط. فدي الرند ايمج بتاعتي. طيب لو عايز اجيب التايب اقول دوت دي تايب برضو، عليه قال لي فلوت 32. طيب لو عايز اكريت وحايد شبه بقى النمباي بالظبط، هقول ones تنسور بتساوي توش دوت ones. تمام. وهديله السايز على طول. ايوه. تمام. قول له مثلا 4 في 5، وبعد كده اطبع ones تنسور. طبعا ممكن ابرنت، بس هنا عشان هنا دي نوت بوك وهي دي انتربريتنج لانجوج، فانا ممكن ابرنت او ممكن ما ابرنتش. ممكن اقول برنت وانس تنسور، او اقول وانس تنسور على طول هيطبعها بعديها على طول. طيب فهو كده كريت تنسور 4 في 5، 4 روز في 5 كولومز، وكله وحايد نفس الكلام. لو انا عايز اعمل ايه مثلا؟ لو انا عايز اعمل زيروز. تمام. لو انا عايز اعمل زيرو اعمل ايه؟ فكر. نفس القصة بالظبط. راح جاي هنا زيروز تنسور، وهنا بوش دوت سوري دوت زيروز. اقول هنا سايز ايكوال مثلا 6 في 4، وهنا زيروز تنسور وشيفت انتر، هلاقيه عمل لي تنسور 6 روز في 4 كولومز وكله صفار. طيب حلو جدا جدا جدا. ماشي. طيب لو عايز اكريت رينج اوف فاليوز، عندنا فانكشن اسمها رينج. باجي اقول هنا ايه؟ ماي رينج اقول ايكوال بورش دوت رينج 0 to 10، وكده ماي رينج. تمام. عليه كريت لي تنسور من 0 لغاية 10. يبقى أنا كده إيه الرينج بتاعي من 0 لغاية 10، اللي احنا ده اللي احنا طالبينه، عايزين رينج من 0 لغاية الإيه، لغاية 10. طيب ماشي. لو عايز اديله، فاكرين بقى الرينج اللي كانت موجودة في نمباي برضو موجودة هنا، فاجي هنا أقول إيه؟ ماي رينج 2، وهنا تورش دوت arrange. ماشي. واديله بقى ايه start، فاكرين equal 0، و end equal 10، و step
equal to مثلا. بعد كده my range to ورا، هلاقيه الستارت بتاعي بزيرو، الرينج بتاعي والاند بتاعي ب10 وبياخد ستيب ب2. طبعا ما بناخدش ال10 معانا، الرينج ما بتاخدش ال10، الرينج بتاخد اخر انتيتي معانا بتبقى included. تمام. طيب، حلو جدا جدا جدا. ماشي. عايزين نخش بعد كده على ايه؟ عايزين نخش نغير الداتا تايب. يعني ايه؟ يعني انا اخش اكري التنسور، هقول ايه؟ float تنسور والايكوال تورش دوت تنسور، وهديله عادي السايز بتاعنا اللي هو هيكون مثلا ايه، 3 و4 و5 و9، دول التلاتة values. تمام. وهقول له الدي تايب بتاعهم هو float 16. ماشي. بعد كده هاجي هنا اقول له float tensor ورن. ماشي. قال لك float 16 is not defined. ماشي. احنا المفروض نعمل torch دوت سوري torch دوت float 16، لان هي float 16 دي defined جوه اللايبرري. عملنا كده. ماشي. هي ايه؟ هلاقيه طبع لي ان التايب اتغير. يعني هو الديفولت تايب بتاعه ايه؟ هو الديفولت تايب بتاع باي تورش هو فلوت 32. تمام. احنا كده غيرنا الديفولت تايب اللي هو بيكاريت بيه وخليناه فلوت 16. طبعا ممكن اغير التايبس لاي حاجه تانية، بس احنا بقينا عارفين ان هو باي ديفولت بيكاريت الاليمنت فيه 4 بايتس فلوت. انا لو عايز احطهم في 2 بايتس ممكن سيمبلي اغير ايه؟ الداتا تايب. طيب، كويس جدا جدا جدا. ماشي. طيب، خلينا نخش على اللي بعده. عايزين نشوف الديفايس اللي بيتأساين عليه. احنا قلنا عندنا ايه انواع الديفايسز؟ قلنا عندنا سي بي يو وجي بي يو. طيب، الجي بي يو بتكون مفيدة اكتر في الكمبيوتيشنز اللي ليها علاقة بماتريكس مالتيبليكيشنز، بتبقى ككابابيلتي اضعف من السي بي يو، بس عشان هي جي بي يو في عدد كبير من البروسيسنج يونتس فبتقدر تعمل حاجات اكتر من السي بي يو. فانا يعني ايه عندي ديفايس؟ يعني انا اقدر اتشيك على الانتيتي بتاعتي او الفاريبلز بتاعتي واشوفها هل الكمبيوتيشنز بتاعتها هتتابلاي على سي بي يو. يعني لما هابلاي مثلا مالتيبليكيشن هيتابلاي على سي بي يو ولا هيتابلاي على جي بي يو. طيب، خلينا نشوف. ماشي. هنقول ماي تنسور بيساوي نكاية التنسور عادي تورش دوت تنسور او تورش دوت راند على طول. ماشي. وهنديله السايز بتاعنا 3 و 4. فهو كده هيكريته. وبعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنبرنت التنسور بتاعنا اللي هو ماي تنسور دوت ديفايس. سوري، هو احنا كاتبينه كده، ناخد ده كده ننزله تحت كده، كده نرن. هنلاقيه قال لنا سي بي يو. يعني انا اي اوبريشن هعملها السي بي يو هو اللي هينفذها. خلاص. خلينا نحفظ الايه الموضوع ده. يبقى احنا باي ديفولت لما بيكريت حاجه بتتكريت على السي بي يو. طيب، خلينا نعمل شويه اوبريشنز على التنسورز بتاعتنا. زي ايه؟ هقول ماي نيو تنسور. تمام. بيساوي تورش دوت تنسور، وهديله تنسور سكوير براكتس 10 12 15 مثلا 16 مثلا. واجي هنا اقول ايه؟ ماي نيو تنسور بلس 10. ونرن ده. هلاقيه لما انا بعمل اديشن لإليمنت لسكيلر مع تنسور، السكيلر فاليو بتتابلاي على كل الاليمنتس اللي في التنسور. طيب، دي حاجة قوية جدا جدا جدا. ماشي. بس خلي بالنا طبعا ان الماي تنسور ده ما حصلوش ابديت، احنا بس عملنا اديشن بس ما قصيناش في حاجه. فالتنسور نفسه زي ما هو ما اتغيرش يعني. لو عايز اعمل له ابديت فهاجي هنا اقول مثلا ماي تنسور بيساوي ماي تنسور مثلا ماينس 55 مثلا.
ورا. ماشي. وراح طبع ماي تنسور، هلاقي قال لي نيجاتيف 45، نيجاتيف 43، نيجاتيف 39. اوكي، فاحنا كده عرفنا الابلاي اوبريشنز، سكيلر اوبريشنز على التنسور بتاعنا. طيب لو عايز اعمل مالتيبليكيشن مثلا، عايز اعمل مالتيبليكيشن، لو عايز اعمل element wise multiplication، فخلينا نقول مثلا ايه، خلينا نجيب دي كده ونكريت حاجه اسمها مثلا ايه T1 1 2 3 مثلا. تمام. ونكريت مثلا T2 مثلا، نخليه دوت 4 5 6. نعمل T1 multiply T2. ماشي، هلاقيه قال لي 4 10 18. ده ايه ده؟ لما بعمل multiplication by default بيعمل element wise multiplication، يعني بيمultiply element by element، ال1 مع ال4، ال2 مع ال5، وال3 مع ال6. اوكي. طيب، طب انا عايز اعمل matrix multiplication، اعمل ده ازاي؟ امم طيب خلينا نجرب. هنعمل حاجة اسمها matrix multiplication عن طريق ايه؟ matrix mul. تمام. وهنيجي هنا نقول T1 و T2 ونرن. قال لي 32. ايه 32 دي بقى؟ ده الدوت برودكت بتاع ماتريكس 1 او تنسور 1 مع تنسور 2. فهو عمل دوت برودكت 1 في 4 ب 4، 2 في 5 ب 10، 3 في 6 ب 18. بعد كده عمل لهم سميشن طلع 32. فده اسمه ايه؟ ماتريكس ملتبليكيشن او الايه الدوت برودكت. اوكي. حلو جدا. حلو قوي قوي. هل ممكن اعمله بطريقة تانية؟ اه ممكن اعمل T1 at T2، هلاقيه برضه طلع نفس الفاليو. فدي السيمبل بتاع الدوت برودكت. طيب. حلو قوي قوي قوي. ماشي، عايزين نخش على حاجة تانية مهمة. لو انا عايز اعمل ماتريكس مالتيبليكيشن وبرنت السي بي يو تايم، اعمل ايه؟ خلينا ناخد ده مثلا. تمام. ونشوف الوقت اللي الاوبريشن اتعملت فيه. هعمل ده ازاي؟ عن طريق ان انا هعمل برسنتج تايم ورن. هيلاقي لي السي بي يو تايم 721 مايكرو سكند، سيستم تايم 23 مايكرو سكند، التوتال 744 مايكرو سكند. يعني هو عشان يكسكيوت الكود بتاعي اخد 721، والسيستم بياخد جزء باي ديفولت عشان الدنيا تقوم وكده. فايه، فبياخد وقت باي ديفولت 23 مايكرو سكند، فالتوتال 744 مايكرو سكند. اوكي. طيب لو انا عايز اعمل ماتريكس مالتيبليكيشن بقى، مش فيكتور، يعني مش عايز اعمل دوت برودكت بين تو فيكتورز. اكشلي احنا عملناه هنا كان دوت برودكت بين تو فيكتورز. لو عايز اعمل اكشلي لماتريكس، طيب هعمل ده ازاي؟ خلينا نجيب الماتريكس بتاعتنا احنا كنا مكريتينها هنا. ماشي. خلينا نكريت واحده خلاص. مش اوكي. ماشي، خلينا نقول تي 1 بتساوي تورش دوت تنسور. تمام. ونديله الفاليوز. تمام. فيبقى هنا عندي ايه؟ 1 و 2. بعد كده خلينا ننزل سبيس. كده هنا عندي 3 و4 كوما انتر. بعد كده هنا 5 و6. سوري، حطيت عامل سكوير براكتس. اوكي. فكده انا عندي ايه؟ فكده انا عندي تي 1. ناخد تي 1 ده كوبي انتر، نحط هنا مثلا ايه تي 2، يبقى ده تي 1 وده تي 2. ماشي. كويس جدا جدا الكلام ده. طيب تي 1، تعالى برضو ايه نبص عليهم بصة كده. هل ينفع اعمل ماتريكس مالتيبليكيشن للاتنين دول مع بعض؟ اكشلي لا. ليه ما ينفعش؟ لان دوت السايز بتاعه هو السايز بتاع ده. وانا عشان اعمل ماتريكس مالتيبليكيشن او دوت برودكت محتاج يبقى الانترنال، يعني انا هنا محتاج دوت 3 ملتبلاي 2، 3 روز و2 كولمز،
وده 3 ملتبلاي 2. لازم الانترنال دايمنشن يعني 3 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3 ملتبلاي 2 ما يبقاش كده. لازم الانترنال دايمنشن زي بعض. يعني ايه 3 ملتبلاي 2 و2 ملتبلاي 3؟ يعني هنا 3 في 2 وده بقى 2 في 3، مش 3 في 2 برضو، عشان ينفع اعمل مالتيبليكيشن للتو تنسورز. هنا الدايمنشنز مش كومباتبل. فلو جينا حاولنا نعمل ماتريكس مالتيبليكيشن، لو جينا هنا حطينا ده كده هنا ورنانا ده، هتلاقيه عمل ايه؟ هتلاقيه ضرب. قال لك ايه؟ قال لك ده 3 ملتبلاي 2 ده 3 ملتبلاي 2، فده ما ينفعش. طب حد يفكر معايا ممكن نعمل ده ازاي؟ ها، ممكن نستعمل ترانسبوز. ازاي؟ نحط هنا دوت تي. لو عملنا دوت تي فاحنا كده عملنا ترانسبوز. فلما ده عملنا ترانسبوز بقى ده 3 ملتبلاي 2 وده بقى 2 ملتبلاي 3. فدوت تي دي بتعمل لنا ترانسبوز للتنسور بتاعنا. طيب، حلو جدا جدا الكلام ده. ماشي، خلينا نخش على اللي بعده. ماشي، انا دلوقتي لو عايز ابتدي ادخل، يعني مثلا هنا لو دخلت عملت هنا ايه، مثلا قلت هنا راند تنسور بيساوي تورش دوت راند. ماشي، وقلنا مثلا هنديله السايز 3 و4. وبعد كده جيت هنا قلت راند تي ورنيت ده، طلع دي الفاليوز. رحت عامل رن تاني، طلعت فاليوز تاني، رن تاني، طلعت فاليوز تاني. طيب، احاول اثبت ده ازاي؟ بص، في حاجه اسمها دوت مش ترو راندوم نمبر جنريتور. يعني ده مش راندوم نمبر جنريتور حقيقي، ده حاجه اسمها سودو راندوم نمبر جنريشن. يعني ايه؟ يعني في اكشلي سيد بيخش بيخلي ال آه يعني بيخلي الراجل ده يجنريت فاليوز، بس اكشلي هي بيزد على سيد. يعني في الجوريزم هو اللي بيكمبيت الراندوم نمبرز دي. فلو انا ثبت السيد كل مره هرجع نفس الفاليو. فخلينا نحط مثلا سيد ب 44 ونجرب نرن كده، هنلاقي طلع الرقم ده. نجرب نرن تاني طلع نفس الرقم. ليه؟ لان انا كل مره بروح اسيت السيد بتاعي اللي هو بيخش على الالجوريزم اللي بيجنريت الراندوم نمبر بنفس الرقم. فلو اكشلي انا الالجوريزم بتاعي بيديبند على راندوم نمبر واديته لحد تاني، لو انا وهو استخدمنا نفس المانيوال سيد اكشلي هيبقى حاجه ديترمينستك مش ستوكاستيك. يعني حاجه اقدر اديترماين ان انا الفاليوز اللي هتطلع لي الراندوم هي نفس الفاليوز اللي هتطلع له، مع ان انا برن عندي على الماشين بتاعتي او على النوت بوك بتاعتي، هو بيرن عنده على الماشين بتاعته او على النوت بوك بتاعته. ليه؟ لان انا ثبت الايه، ثبت الراندوم سيد. طيب، حلو جدا الكلام ده. خلينا ناخد التنسور بتاعنا ونابلاي عليه شويه اوبريشن زي ايه؟ زي نقول مثلا ايه، آه تورش دوت ماكس تي 1، سوري تي 2، نرن. يطلع 6، اكبر رقم 6. طيب، من مينيمم هيطلع 1. طيب sum يطلع 22. طيب مين؟ يقول لك مين could not infer output d type. input d type must be either a floating point or a complex d type. طيب، فاحنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نغير التايب. ممكن نغير التايب ازاي؟ نقول هنا تي 2 دوت ونغير التايب، نقول تايب اوف تورش دوت فلوت 32. قلنا ده قال لي ايه؟ قال لي المين 3.667. هو هنا بيقول ايه؟ بيقول ان انا مش هينفع احسب المين والتايب بتاعك مش فلوت. فاحنا غيرناه، قلنا غير تي دوت تايب، يعني لما نقلب التي 2 اللي هو التنسور 2 للفلوت تايب يحسب لنا المين. طيب، حلو جدا جدا الكلام دوت. ماشي، احنا هنا as overall خدنا الدايمنشن، خدنا الشيب، خدنا ازاي نكريت سكيلر، ازاي نكريت فيكتور، ازاي نكريت ماتريكس، ازاي نكريت تنسور، واخدنا اوبريشنز ازاي نعملها الاوبريشنز ديت على التنسور بتاعنا. ممكن ناخد ايه تاني؟ ممكن ناخد مثلا حاجة زي الريشيب، نقول تي 3 بتساوي تي 2
دوت ريشيب، ونخلي مثلا ايه ريشيب يبقى 2 في 3، وبعد كده نعمل تي 3. فهنلاقيه عمل ريشيب لتي 2، خلاها 2 في 3 بدل ما كانت 3 في 2. فدي برضو فانكشن مهم، ان انا اقدر اعمل ريشيبنج للتنسور بتاعي. طبعا كل اللي احنا خدناه ده البيزك اوبريشنز اللي احنا ممكن نطبقها على التنسور بتاعنا، بحيث ان احنا نقدر بشكل او باخر نستخدمه بشكل انتنسيف يعني. طيب احنا كده ممكن نكون خلصنا الليسون 1 في البايتوش يونت. احنا هناخد ليسونز تانية كتير، كل ليسون هنديب مور في البايتوش والاستخدامات بتاعته، بحيث ان احنا نوصل لمرحلة يعني نقدر نقول ان هو professional level of using البايتورش، عشان بعد كده نقدر نستخدمه في الابليكيشن بتاعنا، سواء هو image processing، computer vision، object detection، image classification او segmentation، او ايا يكن الفيلد اللي احنا هنستخدم فيه اللايبرز بتاعتنا او النولج اللي احنا اخدناه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.